والقرعه شفت كانت حاجه عظيمه يعني انا جالي جواب من الفيفا قال لك احلى احتفال قرعه طبعا تم في تاريخ الفيفا للناشئين وللكبار. عشان كده نفسي في يعني نفسي كمصري في قريه اولمبيه بقى في الاقصر. احنا بنعمل بقى عملنا دلوقتي الصاله المغطاه فتح السنه دي، سياده الرئيس وهو موجود قدام الملأ طلبنا منه استاد، فامر القوات المسلحه استاد هديه لنا. حسن صقر بيعمل لنا دلوقتي حمام اولمبي في نفس المنطقه. فدلوقتي احنا بنعمل قريه اولمبيه نواه كده، دي نواه عشان تكبر، وبنعمل حتى فندق صغير. انا جالي نائب رئيس اللجنه الاولمبيه كان في الكريسماس، عارف كريسماس راس السنه بيجي لنا العالم كل الدنيا كلها، فجاء لي انا مش مصدق الجو الرائع اللي عندكم دوت تحفه، ده اي فريق في اوروبا يجي يتدرب الدنيا التلج في الملاعب، ودي دعايه لا تتقدر بمال يا ست المحافظ. وبعدين الاقصر اسم كبير. الصوره انت متخيل واخد ميسي واخده عند معبد الكرنك مصور تصرف دعايه قد ايه انت عشان الصوره زي دي؟ احنا يوم ما جالنا ساركوزي وزار الاقصر بزيارته احمد مرابي قال يا سمير الدعايه اللي عملها لكم ولا 50 مليون يورو طبعا، لان العالم كله اتكلم على الاقصر. مش عايز اقول لك من احد الحاجات اللي زودت، وانت ما انتش محتاج ساعتها توزع، وكالات الانباء هتتخاطف اي لقطه طالعه من عندك. فان شاء الله احنا حاطين في اعتبارنا ان شاء الله لما يجي بقى طبعا استاد الكوره الجديد والحمام الاولمبي هنعمل برضو. ابراهيم حجازي كلمني وقال لي ان احنا هنعمل ان شاء الله بطوله برضو عالميه للسكواش في ساحه زي في الغردقه في ساحه معبد الاقصر. هيبقى الخلفيه بتاعتك الساحه، طبعا لا يمكن تلاقي مكان زي ده في الدنيا. انا سايب حاجه منوره في الاخر، ولكن عندي سؤال بس وحيد كمان. اعتقد الاداء ده والحلم اللي انا بتعايش الناس فيه، واعتقد ان هم عايشينه معانا، محتاج ان انا اداء امني بقى زي الكاميرات اللي منتشره في كل دبي. يبقى في الاقصر دي تحتاج في ظل هذا المستوى الرائع ان يبقى مدينه واضحه امنيا تراقب كلها. اعتقد حلم عند حضرتك. لا مش حلم، ده مشروع خلاص بيتنفذ. مشروع خلاص، ايوه اتنفذ. طيب. وطلعنا لجنه زارت لندن وقعدت فيها حوالي 6 ايام. انت عارف لندن فيها اكبر مشروع امني في العالم. ايوه انت عارف الموضوع الحلقه الارهابيه اللي فيها اكتشفوها بعد 3 ساعات، ودي حاجه نادره في اندر جراوند. طب ما جابولناش اللي احنا حلقاتنا ليه الناس اللي ماتت لنا هناك؟ فاحنا طلعت واللجنه وتوافق من رئيس الوزراء، والدكتور طارق كامل هو اللي حاليا بيدير العمليه مع المخابرات العامه ماسكه الكاميرات. وان شاء الله اعتقد يعني في شهر 6 السنه الجايه تكون الاقصر مؤمنه شرقا وغربا في كل الشوارع ومحطه القطر والمطارات وكله والمولات وكله ان شاء الله. ان شاء الله. اختتم بحاجه قد برضو تبدو للناس كده ان هي بسيطه، ولكن مفتقدينها بالذات لو كان ناس يعني ربنا كرمهم وسافروا بره زينا، سوق الخضار والفاكهه واللحوم ايه ده؟ بص عايز شيء رائع. عايز اقول لك حاجه، يعني للاسف كنت تمشي في شارع الاقصر زي معظم شوارع مصر زي القاهره تلاقي مش عارف واحد بسبب طماطم وفجل وجرجير وهنا وفراخ وبوز. لا يمكن يا جماعه، لا يمكن. فعملنا الصور وحضرتك عملنا سوق حضاري محترم زي ما انت شايف، كله مغطى موجود فيه مراوح. اهم حاجه ان الساعه 12 بالليل بيتغسل كله بالكامل بالميه في فكرتنا بايام زمان. فعلا زي زمان. السوده وجنبه موقف ميكروباص محطوطه والناس جنب بعض حاطه عليها. كانوا بعيد ولا قريب؟ لا في وسط البلد. في وسط البلد. في وسط البلد. ربنا رزقنا كان في شونه زراعه استولينا عليها وعملنا حاجه كويسه ومحترمه. ونظافه طبعا نظافه. ما عادش النهارده تمشي في البلد تلاقي بياع ده السمك ده كان بيتقطع في وسط البلد جوه. ما تنفعش طبعا. والروايح طبعا. مش عايز اقول لك كان في ناس تقول لك ايه، لا ده السائح كان بيجي يحب يشوف الكلام ده. استحاله. معلش انا عارف اعداء النجاح كانوا كتير وطبعا ده موجود له. طبعا موجود دورات ميه، موجود بقى الرقابه، مباحث تموين موجوده، مدير للسوق موجود. طبعا كل الكلام ده تمام. يعني اعتقد انها من الحاجات الحضاريه الكويسه. هو الناس ليها مطلب ان في بعض الاماكن الفاضيه في السوق بيعانوا احيانا من ارتفاع السعر. هل ده فكرتوا ان نخفض السعر شويه عشان لا 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 الكلام ده. انت عارف انا في الحاجات اللي اتقالت النتاج دي صح. انت عارف انا عامل الباكي دي بكام؟ بجنيه. انا مش عايز اكسب، انا بنظف البلد بجنيه. لان هو الراجل ده كان بيبيع كان فارش مجانا في وسط البلد. اجي اخد منه انا 5 جنيه في اليوم، هو بيكسب كام؟ هيسيبني ويهرب ويرجع تاني هناك. ايوه. فانا اخدت منه جنيه. والله كان ممكن اعملها مجانا. بس لا ده جنيه عشان الالتزام. عشان الالتزام وعشان يبقى فيه موجود. انا مش عاوز اكسب. انا عاملها عشان مكسبي نظافه البلد وليس ان انا اخد منه بالظبط. مش مشروع اقتصادي. ده البتاع ده مكلف 12 مليون. انت مش متخيل، لان ده كبير قوي قوي قوي.
وبعدين عاملين جامع وعاملين كل حاجه عشان الراجل يقعد، وبعدين جنبه موقف ميكروباص برضو على اعلى مستوى. يعني سوق العبور بتاع الاقصر تقريبا أيوة. تقريبا، بس اللي هو بتاع القطاعي. بتاع القطاع. فهدفي ان انا دفعت الفلوس دي انظف البلد وليس اكسب. فعشان كده اعتقد انه لا، الفلوس معقوله يعني. ربنا يوفقك ويكون في عونك. ها وعايز اقول لك ان انا بدات الحوار وقلت لي في الاول، قلت لي التاريخ ايه؟ تاريخ، خلي بالك التاريخ قاسي جدا يا سياده المحافظ طبعا. وحضرتك شاءت الاقدار انك تكون في المرحله المفصليه بين الاقصر العاديه اللي هي زي كل حته في مصر، وبين الاقصر اللي هي حلمي وحلمك وحلم الرئيس وحلم المواطن البسيط، الاقصر العالميه اللي نستحقها بجد. نفسك توصل بكام سياح العدد؟ يعني بص، احنا نفسنا نوصل ل 5 مليون ونقف. 5 مليون ونقف، لان مش مصلحتنا ان انا ازود العدد، لان المقابر الاعداد بيها بتزيد. طب بس بقى ايه، ال 5 مليون ونص دول يطلعوا مستوى اعلى. تعلي مستوى اعلى. ما اخدش بقى السائح اللي هو قايم من الفطار الصبح واخد معاه ازازه الميه عشان ما يشيلش زكاه من بره. انت فاهم؟ لا، انا عايز بيسموه الهاي اند، اللي هو تعمل حاجات هاي اند، حاجه مستوى عالي، فيجي لك سايح بيصرف فلوس كويسه، ومش عاوز ازود على العدد اكتر من كده. سياده المحافظ سمير فرج، بشكرك شكرا جزيلا، وتاني مره ربنا يوفقك. متشكرين. اذا دي كانت نهايه اطلالتنا على الاقصر، الحلم الكبير، واعتقد في تقدير متواضع انكم عشتوا الحلم زي ما احنا عشناه. في اخطاء، اكيد في اخطاء، في مشاكل، اكيد في مشاكل، ولكن هناك حلم وهناك رغبه ورؤيه، وحطوا 30 خط تحت الرؤيه. غدا موعد جديد لمحطه مصر، وانتظروا ان شاء الله حلقه ساخنه جدا. حتى حين هذا الموعد خليكم كلكم فاكرين ان محطه مصر هي سكتنا ليكم. الى اللقاء. كنا في الشارع ببلاش يعني، جينا هنا احترام ومية مية، والناس اللي معانا مية مية برضه، ولدي ماخد بايك وانا ماخد بايك، يعني بيكتين دي ب 300 جنيه البيكتين بس، لكن هم اللي بياخدوا مينا حاجه لا، مية مية. لا مكان 100 100 يا باشا، والناس اللي فيه 100 100 برضه تمام يا باشا، مرتاحين 100 100 يا باشا. يعني الوضع كويس 100 100 برضه، يحيى سمير فرج برضه، يحيى سمير فرج برضه، نظف الناس ونظف الاقصر وتمام سمير فرج. اشكر سمير فرج جدا جدا سعادتك يا باشا. احنا عندنا هنا السوق الجديد في شرق السكه، لامم الباعه الجائلين اللي متواجدين في محافظه الاقصر بالكامل بنسبه كبيره قوي. الباعه دول مش اللي هم قاعدين في محلات ومستقرين، لا، ده دول اللي هم بيبقى قاعدين في الشوارع العامه وفي الميادين، بناء على توجيهات السيد الدكتور سمير فرج طبعا. لم الناس دي كلها وحطها في السوق هنا، فاستوعب نسبه كبيره قوي منهم. وطبعا في تصنيف داخل السوق لجميع انواع البائعين، يعني بتاع السمك وبتاع اللحوم ليه مكان عندنا برضو، اللي هو الجائل اللي ممكن يصطاد شويه من النيل ويطلع بشويه سمك يقدر يقعد في مكان عندنا هنا باجر رمزي جدا ويقدر يبيعهم للناس. فوفرنا احنا حاجات كتيره قوي من تجميعة الناس دي داخل السوق. اولا بقى العرض كتير، الناس بتجيب نوع السلعه موجوده، مثلا زي الطماطم، في كتير قوي بيبيعوا طماطم، والمنافسه ما بين التجار بتخلي ان السعر يبقى قليل لصالح المستهلك طبعا، ونقيس على كده كل الاصناف اللي موجوده. خمسة وخميسة على مودرن.
تشاهدون بعد قليل الفرح فرحنا مع نهى. الفلك علم مليان أسرار، والأبراج فلسفة مبنية